مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. دايما من خلال عرض أول بيكون معانا مشاريع تخرج لكليات متخصصة زي كليات الإعلام. النهاردة الحقيقة معانا كمان موهبة أثبت نفسه من خلال التمثيل، والحقيقة إن يعني وشه معبر جدا. ده النهاردة باين من خلال فيلم النهاردة، وهو فيلم درامي قصير بعنوان علشانك. واحنا بنحتفل الشهر ده وهو شهر الأم، بعيد الأم، كل سنة وكل الأمهات يا رب بخير ودايما في صحة وسعادة، واللي فقد أمه يا رب دايما يعني يكونوا في مكان أحسن. فيلمنا النهاردة علشانك فيها مشاعر جميلة جدا، هنعرف مع ممثلنا النهاردة طه أحمد. أهلا بيك يا طه. اهلا بيك يا استاذه. أهلا بيك. ازي حضرتك؟ أولا أنت معبر قوي، يعني أنا الله عارفة إن يخليك. أنت خلاص بقيت دلوقتي محترف كمان. ربنا يخليك يا استاذ. قولي بدأت موضوع التمثيل ده ازاي، من خلال الكلية ولا ايه؟ والله لا، التمثيل بدأ معايا انا من خلال المدرسه. امم يعني من وانا عندي 16 17 سنه انا بمثل على مسرح المدرسه. امم طبعا الموضوع بدأ يتطرق معايا من دخولي بقى للجامعه، بدأت لازم اخد ورش. كان هدفي لما دخلت الكليه كمان مشروع التخرج بتاعي يكون فيلم، مش برنامج، رغم ان انا كليه اعلام، بس لا انا عايز اعمل فيلم. عشان اه تبين بقى الحتة بتاعتك، عايز ابين الحته الموهبة بتاعتي. بتاعتك. ودي كانت امنيه حياتي ان انا اساسا اعمل حاجه. يعني فعلا عايز ابين موهبتي ومش عارف امم اعمل ايه، وانا دخلت الكليه لظروف معينه، ما دخلتش المعهد فالكليه. كنت طب اقول لك ليه، طب ما لجأتش فعلا لمعهد التمثيل، والله فنون مسرحية يعني. مم. امم هو كان حصل دروب بالنسبه لي انا وانا في الثانويه العامه ان انا ما لحقتش المعهد، فكنت هتاخر سنه، فكان امم لازم ان انا ادخل اي كليه. فدخل اعلام برضو كان بالنسبه لي ان انا في ثانويه عامه اشتغلت مراسل فتره في احدى القنوات، تمام. فهي من نفس المجال. وجي والدي قال لي لا يعني خش الكليه، وفي نفس الوقت انت لو عايز تمثل مثل. امم وبالفعل يعني انا من سنه اولى جامعه وانا بدات ان انا شغال في الكليه وكل حاجه تمام. جات لي فرصه في التمثيل كذا مره والحمد لله، يعني جات لي فرصه وكده كده انت جوه المنظومة دي، يعني ما ايا هو كان بقى، بالظبط، ما يعني هي دي قدام كاميرات وخلاص. هي دي بالظبط. هو ده بالظبط. ان انت في الميديا. ايوه في يعني ده الميديا برضو عموما. كليه اعلام هتفتح لك علاقات، هتفتح صحيح. لك حاجات كتير جدا. امم انت عايز تمثل مثل، في يوم من الايام عايز تبقى مذيع، كده كده خلاص دي كليتك، يعني انت خريج اعلام. تعالى بقى نتكلم عن الفكرة جميلة جدا، فيلم علشانك. امم بتتكلم عن موضوع حلو قوي، يعني يمكن عكس اللي احنا بنشوفه دلوقتي الأيام دي. بالظبط. الولاد ما بقوش بارين قوي، ودايما انا اعتقدت ان انت هتقول لنا الجزئية دي، ما بقوش مم. بارين قوي. لكن انت قدمت لنا فكرة، لا ده بر بوالدته، مم. ويمكن بيفضلها عن حبيبته، او يعني حاططها في مم. في عينيه قبل حبيبته. مم. الفكرة دي عملتها ليه؟ الفكره دي جت ازاي؟ مم. جت، وهتستغربي كمان انا اقول لك هي جت ازاي. جت عن طريق والدي. يعني كنا قاعدين في مره فبيقول لي بص، انا عايزك تعمل حاجه مختلفه مم. مش موجوده في الزمن ده. طب نعمل ايه؟ قال لي اعمل حاجه علشان الاهل. بعد اه. كده هو شويه قلت طب اكيد هيقول لي ايه، اعمل حاجه عشان الاب. لا، لقيته بيقول لي اعمل حاجه عشان الام. مم. بنشوف الفتره دي في الجيل بتاعنا مفيش حد بار باهله مم. للاسف، او يعني لا طبعا ليه في. بقى، ليه يا طه؟ قول لي يا طه. ما هو ليه المشكله بالظبط؟ جيلنا صعب. اه. لكن هي المشكله بتاعتنا يا استاذ ان هو مش بس في كده، ان الحياه بتاخد وبتاع وما بقتش زي الاول. يقول لك خلاص بقى انا عايز اشوف نفسي، والسوشيال ميديا كمان بتاثر على الشباب، اللي هو انت لازم بقى تشوف نفسك وبتاع. ولما بيلاقي حد ناجح قوي يقول لك لا طب انا عايز انجح، فيبدا ينسى اهم نقطه، انت نجاحك هيجي من خلال انك ولو تبر ان اهلك. لو شفنا بالظبط الناس اللي نجحوا زمان، كان هتلاقيهم علاقتهم ايه بباباهم ومامتهم، هتلاقيهم قد ايه كان العلاقه قويه جدا، هم السبورت ليهم على طول. علشان كده هم نجحوا، بالظبط. وكفايه دعوه من بالظبط. ممكن تعمل ايه في طبعا. اي حد. هو سر صحيح. النجاح هو انت انك تبر والديك، يعني ده طبعا. ده اكبر سر النجاح. يعني انا يعني كنت شفت في برنامج قبل كده ان انت يعني برنامج مشهور قبل كده، شفت ان انت بيقول لك مثلا عايز تنجح، تمام، مش شطاره منك ولا اي حاجه، بر بالظبط. والديك. ده حقيقي. بر والديك وشوف الدعاء بتاعهم هيوصلك لفين. وامثله كتير جدا. نجحت موجودين على الساحه سواء عايزه اقول لك ان في ناس ممكن تبقى اصواتها مش حلوه، بس نجحت صح. عشان مامتهم دعت ليهم يعني. بالظبط. اصواتهم مش حلوه وبقوا ستار. بالظبط زي اللي احنا بنشوفه حاليا. اه.
بنلاقي كتير بالظبط. قوي الام ده جت معاه ازاي، يطلع هو من نفسه لما يجي مثلا في برنامج او حاجه يقول لك ده دعاء والدي ليا او ده دعاء حقيقي. والدتي ليا، وغالبا بتبقى الام. طبعا التمثيل بقى لعب دور كبير جدا، العين، لان انت عبرت كتير قوي بعينيك. الاول امم عبرت حتى يعني بينت لنا الاول رد فعلك العنيف تجاه مامتك ان انا محتاج فلوس وهي مش امم عايزه تديك فلوس. انت حسستني ان انت بقى هتبقى يعني جاف مع مامتك. بالظبط. في حين بقى الموضوع اختلف خالص، انت امم كنت عايز تبين ايه من الحته دي؟ الفيلم في البدايه احنا حتى كاتبين علشانك. امم. طب هو الفيلم بيتكلم علشانك عشان مين؟ عشان البنت ولا عشان الام؟ امم. طيب، هو الولد في البدايه بدأ الموضوع ياخده ان هو ايه، البنت هتضيع منه. في بدايه الفيلم البنت بتضيع منه. امم. طيب هيعمل ايه؟ عايز لا لازم يضحي عشانها ويثبت نفسه وبتاع ويشتغل عشان يتجوزها، لان هي في الفيلم بتقول له ان انا هيتقدم لي عريس وبتاع وانت خلاص بقى شوف امم. حياتك. في نفس الوقت هو بيطالب امه ان هي تساعده. امه ما باليد مش حيله، ما قادره. فيش. يحصل دروب ان الام تتعب. امم. طيب انت هنا بقى هتعمل ايه؟ ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه في الفيلم. انت بتقول ان المشاعر الجميله دي عند يعني عندكم ما بتظهرش غير لما يحصل دروب. هي امم موجوده بالظبط. كامنه جواكم. انت بالظبط. عايز توصل كده ان هي بتبقى كامنه جواكم لكن ما بتظهرش غير عند اللزوم؟ ده اللي انتوا عايزين توصلوه؟ والله هي للاسف فعلا ما بتظهرش عند اللزوم. هي انت المفروض اساسا الطبيعي بتاعك امم. ان انت لا، انت مشاعرك على طول تجاه اهلك دي موجوده، امم. ما فيهاش تروح وتيجي عشان في دروب، ولا مثلا انت النهارده عشان هي زعلانه شويه فتقوم بقى. ده الطبيعي تجاه امم. اهلك تجاه ابوك وامك، ده الطبيعي. اللي احنا بنشوفه بقى للاسف ما بقاش موجود. انا مالياش دعوه، انا يهمني نفسي، انا ماليش دعوه، هما بقى يعني يشيلوا نفسهم. هو انا فهمتها لما انت وريتني الاول انت امم كنت جاف ازاي مع مامتك امم وتحولت كده، ان انت عايز توصل لي ان احيانا بيبقى الولاد عندهم مشاعر قوية تجاه الام امم لكن ما بتظهرش غير عند اللزوم، عند الاحتياج، الام بز... تعبانة، الام كده. ده اللي انا فهمته يعني. بالظبط. ما هو ده موجود في الفيلم. هو مم. الولد في بدايه الفيلم ان هو يلا بقى اديني فلوس وبتاع، طب انا ذنبي ايه ان انا اعيش العيشه ديت، انا مالياش دعوه بظروفك وبتاع. كانت لسه الام ما تعبتش، امم. كانت لسه بقى الحاله الصحيه بتاعتها ما بالظبط. انضهرتش، ما دخلتش المستشفى وبتاع. فكان الولد يعني لا انا مالياش دعوه. امم. لما بدات الام تتعب وفي نفس الوقت البنت بتضيع منه، بدا بقى ايه، المشاعر اللي هي الاصليه اللي هي اه. الحقيقيه هشوف تروح بقى ناحيه المشاعر الولد. الاصليه دي من خلال بقى عينيك لانها كانت باينه جدا مشاعرك سواء الله يخليك. للام او لاتجاه الحبيبه. امم لكن كده طبعا الشهر ده شهر يعني الام، وبكره كمان 8 مارس اليوم العالمي للمراه، فيعني هو كوكتيل على بعضه في شهر أيوة. المراه. نطلع كده نشوف جزء منه علشانك، نرجع طول نستكمل، خليكم معانا. اللي جاب. انا مش جايه لك انت، انا جايه اطمن على طنط عشان ما كلمتني قالت لي ان هي تعبانه. طب علا ممكن تسمعيني دقيقه؟ مفيش بيني وبينك اي حاجه عشان اسمعك ومش طايقاك اصلا. علا، لما خرجت من قدام النايت انا ما كنتش خارج من النايت ولا حاجه. انا عارف ان هاني الزباله هو اللي قالك، بس انا هحكي لك اللي حصل. انا شايف الواد ده واقف هنا من بدري، تعرفه؟ لا بصراحة ما اعرفوش. خد يا ابني. انا اه انا شايفك واقف هنا من بدري، في حاجه؟ هو حضرتك شغال هنا؟ اه انا عندي شركه امن وبصيت عليك لقيتك واقف هنا من بدري، قول لي في ايه؟ طب وانا ينفع اتكلم معاك دقيقه؟ ينفع؟ انا بيني وبينك معروض عليا شغل هنا، بس بصراحه مستحرم فلوس اللي هتجيلي من المكان ده عشان اعالج بيها امي. طب بص، انا كده كده عندي شركه امن ومحتاج موظفين، تعال اشتغل معانا. ايوه، بس صاحبي لما جابني المكان ده قال لي صاحب المكان هيديك المبلغ اللي انت عايزه. يا عم انا هديك المبلغ اللي انت عايزه واقسطهم مرتب. مبسوط؟ ايوه أنا. والله. طمنيني على ماما الاول وبعدين ابقى اسمع رايك ده. طب تعالى ندخل نطمن عليها. ربنا منحنا نعم كتير في حياتنا، لكن اعظم نعمه هي نعمه الام، عمرنا ما هنقدر نوفيها حقها. اجمل احساس في الدنيا انك تحاول تسعد حد، ولكن اعظم اجر ممكن تعمله
هو برك وإسعادك لسبب وجودك في الحياة. حقك على راسي يا أغلى الناس يا أمي. رجعنا لكم تاني ولسه حتى بنقول كله بيقول اختيار الام رائع. الفنانه عايده فهمي طبعا. يعني دور الام واحنا بنحبها في الادوار دي. هي رضيت على طول تشترك معاك. هي بصراحة هي يعني أنا بشكرها جدا جدا، لأن هي تعبت معانا جدا في التصوير، وهي كانت بتصور حاجة تانية، ويمكن أنا معرفة شخصية بيها كويسة، فيعني لما كمان شفت الفكرة قالت لي لا يلا نعمل كده، وهي شجعتنا، وأنا بجد بشكرها على تحمسها للفكرة وعلى وقفتها معانا. يعني من الصعب إنك تلاقي ممثلة ترضى كبيرة بالظبط ترضى ما انت برضه ممثل معاها بقى خلاص. الله يخليك. لا بس يعني ان هي ترضى وان هي طبعا. تيجي طبعا تقدير ومعانا من ليها اول طبعا. اليوم طبعا، يعني كتر خيرها والله. صحيح. قولي بقى على الرياكشنات بتاعت عينيك لانها كانت واضحه جدا، سواء ما بينك وبين مامتك او بينك وبين الحبيبه. ده بقى اتعلمته ايه؟ يعني ده ورش ولا إيه؟ هي دي ورش. تمام. لكن طبعا الحمد لله رب العالمين، مش بقول كده في نفسي والله ولا حاجه، بس موهبة. الموهبه بتبقى موجوده طبعا. الورش بتزود، الورش طبعا بتعلمك صحيح. اكتر، بتدي لك اكتر حاجات معينه بتظبطها لك، سواء في النطق بتاعك، في النظرات زي ما حضرتك بتقولي، في التعبيرات، لكن هي الموهبه لازم تكون موجوده. صحيح. طبعا برضو انا زمايلي اللي معايا في فيلم هم كانوا دي تعتبر اول تجربه تمثيل ليهم. في منهم معايا في الجامعه وفي منهم مش في الجامعه، بس الحمد لله رب العالمين يعني قدرت ان انا اجمع التيم وعملنا شغل حلو. يمكن مفيش حد شاف الفيلم قال الناس دي اول مره تمثل، لا كانهم بقى لهم فتره بيمثلوا. صحيح. كمان انت عندك تجربه في الكتابه، يعني انت بتحب كمان تكتب وكده. انت كاتب السيناريو كتبنا السيناريو بتاع ده. الفيلم، قعدنا فيه مثلا من حوالي 3 شهور ل 4 شهور. الكتابه خدت مننا وقت كبير. ليه بقى 3 شهور؟ 3 شهور لان احنا مش عارفين طب احنا هنعمل بالانس ازاي ما بين ان الولد يعني كل لما نيجي مثلا نقفل الفيلم نلاقي ان الكفه مالت قوي ناحيه الام. طب تمام احنا عايزين نعمل كده، بس في نفس الوقت هو لما رضى الام البنت برضو جات له. يعني في نهايه الفيلم تلاقي ان هم كلهم موجودين في النهايه. انت عايز كمان تقول رساله حلوه قوي، ان اي حد عشان يرضي الزوجه او يرضي الزوج، رضا والدتك ده هيخليه انه يحترمك اكتر ويرضى عنك. بالظبط. وفي نفس الوقت حاجه ما تاثرش على حاجه. يعني حاجه ما تاثرش على حاجه، انا عايز ارضي والدتي تمام. صحيح. في نفس الوقت بشوف حياتي، بشوف الحياه، وده المطلوب. وده المطلوب. صحيح. الماستر سين هنا كان في اخر حاجه، اخر لقطه بقى لما هي دي الماستر سين، ولا في كمان ماستر سين لما عرفت البنت ان انت ما كنتش في مكان هو الماستر سين عندنا في زي ما حضرتك بتقولي في اللقطتين اللي هم بتوع بالظبط البنت لما عرفت، واللقطه بتاعت اللي هو لما راح المستشفى هو دفع المصاريف بتاعت المستشفى من خلال شغله، من خلال ان هو اشتغل واعتمد على نفسه. هو ده الماستر سين. وفضل والدته لما كانت تعبانه عن حبيبته اللي عايز يتجوزها. بالظبط. يعني هو عمل تفضيل لوالدته، وفي نفس الوقت فاهم حبيبته ان هو اشتغل شغلانه شريفه. لان في الفيلم صاحبه كان بيغير منه، فقال للبنت ده بيشتغل في نايت. فطب ايه ده، انا هتجوز واحد زي كده اللي هو فلا قال لها لا انت كنتي فاهمه غلط، انا بشتغل شغلانه شريفه علشان اعالج امي، وفي نفس الوقت انا مش سايبك ومش ناسيكي. ده الماستر سين بتاعنا في وفي نفس الوقت هو عالي بقى في نظرها، يعني اللي يسال على مامته كده وما يسيبهاش وهي محتاجه له، ده يعلى اكتر في نظرها. اكيد. وهي كانت في رساله في اخر الفيلم، فويس اوفر في اخر الفيلم محطوط، كنت انا اللي عامله، ان هو بيتكلم عن الام، ان الرساله مش يعني ان انت لو عايز ترضي كل اللي حواليك ارضي امك. الرضا هيجيلك كله. ده حقيقي. الناس كلها هترضى عليك لما انت ترضي امك. واحنا على فكره بنعيش في الحياه ده، يعني الحياه اللي احنا موجودين فيها عايشين سواء ام بتدعي لنا حاليا او يعني غربت عن الدنيا ديت، لكن دعاها موجود طبعا. فده اهم حاجه طبعا. بشكرك طبعا وبالتوفيق. وانا عارفه بتعمل حاجه دلوقتي كمان، يعني انا حاليا دلوقتي بعمل هو خلاص انا خلصت تصوير، هو مسلسل الاصلي للنجمه ريان عبد الغفور، اخراج استاذ احمد حسن. طبعا انا بشكره من خلالك استاذ احمد حسن على الفرصه اللي هو اداها لي. هو حاليا بيتعرض على الDMC ده اللي شغال حاليا يعني. تمام.
بشكرك طبعا وبالتوفيق، ونشوفك دايما كده بقى فنان قوي جدا. الله يخليك بشكر يا طبعا أستاذ. ضيفنا النهارده الممثل الشاب طه احمد. شكرا ليك يا طه. الله يخليك يا استاذ، شكرا. يعني وصفه بسيطه جدا، عايزين نرضي ربنا فعلا نرضي والدينا، اكيد الرضا كله هيجي من عند ربنا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.